موضوع السن انا عاوز اسال عليه شخصيا. الهيلينج او الالتئام بتاع الجروح متوقف طبعا على سن المريض. منطقي جدا، كل ما كان سننا اصغر كل ما الهيلينج بتاعنا مظبوط بيكون اعلى. طيب امتى هبتدي العمليه او عمليات امتى التجميل؟ حسب نوع العمليه. في عمليات تجميل هي جراحات التعويضيه بتبتدي من اول شهر لو الشفه الارنبيه. طيب صح، نوصل بقى دي حاجات مهمه جدا في طبعا ده برانش مهم جدا. الناس التجميل. بتنسى، احنا فاكرين احنا بس ده دور شد ونفخ وشفط. لا خالص يعني. لا ده في جزء مهم تشوهات. جدا طبعا. صح؟ طبعا وعيانين الحروق دول يعني ده نفسيا بتختلف جدا. لكن الايدج بتاعنا بيفرق في نوع العمليه اللي هنعملها، عدد المناطق اللي هنشتغل عليها، الريكفري بيريود اللي بنوعد بيها المريضه. بنوته صغيره الريكفري بيريود بتاعها هيبقى اقصر من ست في الاربعينات، سيده صح. عندها 60 سنه الريكفري بيريود بتاعتها بقت اعلى. ده بيفرق معايا انا، بيفرق مع التيم اللي موجود حتى في الفولو اب، وبيفرق مع دكتور التخدير. ويفرق هي شخصيا هي يعني مهتميه بنفسها ازاي بالظبط. سواء طبعًا. بتلعب رياضه سواء بتدخن. طبعا مهتم بجسمه او جسمها من الاول. هقدر اوصل معاه من خلال العمليات لريزلتس اقوى كتير وتساعدني في الريكفري بيريود اسرع من وتحافظ على نتيجه العمليه طبعا، لان مفيش عمليه تجميل دايما. مظبوط عشان الناس تبقى فاهمه. دي حاجه نقطه مهمه جدا. بالزبط.